بسم الله، اهلا وسهلا بحضراتكم وحلقه جديده من جمهور الكوره. حلقه النهارده سخنه على الشوايه. هنتكلم في المباريات اللي اتلعبت، وهنتكلم في الفقره الثانيه عن سوق الانتقالات سواء في مصر او في اوروبا. الزمالك بيتعادل ايجابيا مع النصر السعودي في مباراه تفوق فيها الزمالك واخوان كارلوس اوسوريو فنيا وتكتيكيا على النصر السعودي. أبدع الزمالك فأمتع جماهيره. أبدع الزمالك فأمتع جماهيره. ولو إنه المباراة ونتيجتها لم تعبر عن الأداء الراهن لنادي الزمالك ولاعبي نادي الزمالك. على النقيض الأهلي بيفوز بشق الأنفس على نادي المصري البورسعيدي بهدفين لهدف في كاس مصر، وبيتأهل لربع النهائي ليلاقي نادي إنبي. ولو هنيجي نتكلم عن مباراة المصري والنادي الأهلي، هنشوف إنه النادي الأهلي بيغيب عنه العديد والعديد من نجومه سواء للإراحة أو للإصابة، ومجهود يشكر لمارسيل كولر هذا المدير الفني الذي لم يتفوه بكلمة إجهاد، والكلمة الراهنة التي كانت راهنة وكانت مستمرة لدى أي مدير فني يأتي إلى النادي الأهلي أو يقود حافلة النادي الأهلي. هذا المدير الفني الذي غير الكثير من المفاهيم والمعتقدات لدى جماهير النادي الأهلي. تعالوا نشوف الأهداف لمباراة الأهلي والمصري البورسعيدي. سجل الهدف الأول مروان حمدي من عرضية جميلة صراحة، ارتقى فوق الجميع وسجل الهدف الأول. ثم تعادل علي معلول في الدقيقة 96 لتصبح النتيجة 1-1. ثم نتجه إلى الوقت الإضافي ليحرز أحمد القندوسي في الدقيقة 117 الهدف الثاني لينتهي اللقاء بفوز النادي الأهلي بهدفين مقابل هدف واحد. على النقيض مباراة الزمالك والنصر السعودي، أحرز الهدف الأول أحمد سيد زيزو من ركلة جزاء، ثم تعادل كريستيانو رونالدو في الدقيقة 87 بضربة رأسية في هفوة من هفوات دفاع نادي الزمالك. الحقيقة بحب أبدأ أخباري بالأخبار المهمة واللي تخص سواء منتخب مصر أو اتحاد الكورة، واللي الحقيقة طلع خبر بصراحة أسعدني وأسعد البعض اللي سمعوه، وهو إنه تم الكشف أو تم إجراء إلزامي للأندية للكشف بطريقة الرسل. الطريقة دي تعمل في أوروبا للكشف عن الأعمار لمنع التزوير. الطريقة دي كانت في أوروبا انتهجتها وسلكتها بعض الدول الأفريقية، والحقيقة ده أقدر أقول عليه بداية التطور، بداية الإصلاح في الكرة المصرية، وهو إصلاح مشكلة التزوير لدى اللاعبين. الخبر الثاني بيخص النادي الأهلي، وهو خالد عبد الفتاح لاعب النادي الأهلي الظهير الأيمن بيجري عملية جراحية على عظمة الترقوة التي تعرض لها بالإصابة في مباراة نادي المصري البورسعيدي في كأس مصر، واللي بنتمنى له الشفاء العاجل إن شاء الله. مارسيل كولر بيمنح لاعبو النادي الأهلي بيمنح لاعبو النادي الأهلي 20 يوم أجازة لبدء الإعداد للموسم الجديد والاستعداد للسوبر الأفريقي وكأس العالم للأندية والسوبر الأفريقي استكمال مباريات كأس مصر. خلينا أصرحكم كل حاجة. طلع قرار أول أمس
توجيه الشكر للكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي. هذا القرار الذي لم أفهمه ولم أتفهم سببه حتى الآن. كابتن سيد عبد الحفيظ من أفضل مديري الكرة حتى الآن في مصر، مع كامل الاحترام لباقي مديرين الكرة بالأندية المصرية، ولكن هو خبر فيه من الأسرار ما لم أتفهمه. طلع خبر بتوجيه الشكر للكابتن سيد عبد الحفيظ وتولي الكابتن خالد بيبو له كل الاحترام والتقدير توليه منصب مدير الكرة، وتصعيد الكابتن وليد سليمان رئيس قطاع للناشئين بالنادي الأهلي، وتوجيه الشكر للكابتن سيد عبد الحفيظ مرة أخرى. الحقيقة اتعرض على الكابتن سيد عبد الحفيظ إنه يمسك منصب إداري في النادي الأهلي، ولكن ما زال الكابتن سيد عبد الحفيظ بيفكر في هذا القرار، واللي الحقيقة أنا بشوفه إنه خير ما عملت إدارة النادي الأهلي إنه هي تكافئ راجل بصراحة أخلص للنادي، أخلص للكيان، لم يقصر في حق النادي ولا في حق هذا الكيان. كل الشكر والتقدير للكابتن سيد عبد الحفيظ، كل الأمنيات كويسة والجميلة للكابتن خالد بيبو في مهمته الجديدة، مهمة صعبة، ولكن أبناء النادي الأهلي قد المهمات الصعبة، وكابتن وليد سليمان أيضا اللي بنتمنى له كل التوفيق في مهمته الجديدة. كل التوفيق للنادي الأهلي، كل التوفيق أيضا لنادي الزمالك. بعد الفاصل أخبار الانتقالات. ورجعنا لحضراتكم مرة تانية مع أخبار الانتقالات والفقرة الثانية والأخيرة. النادي المصري البورسعيدي بيتعاقد في صفقة انتقال حر مع ميدو جابر قادما من سيراميكا كليوباترا لمدة 3 مواسم. على الناحية الثانية نادي بيراميدز بيتعاقد مع يوسف أسامة نبيه قادما من نادي الزمالك. مع سوق الانتقالات العالمية نادي مانشستر سيتي بيتعاقد مع اللاعب جيفارديول لمدة 4 مواسم. وعلى الناحية الثانية نادي مانشستر يونايتد بيتعاقد مع اللاعب راسموس هويلاند لمدة 5 مواسم. ده بما يخص سوق الانتقالات في مصر وفي الكرة العالمية. وبكده تكون حلقتنا خلصت. نشوفكم على خير بكرة إن شاء الله. تصبحوا على خير. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.